السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه يا حبايبي يا حلوين؟ وحشتوني. عاملين ايه النهارده؟ بقى هنعمل صينية مسقعة جميلة من غير صلصة كتير ولا تعب ولا حاجة. هنعمل صينية مسقعة ونقول اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وكل حين. معايا بقى ايه؟ لحمة مفرومة هنا، هي متعصجة طبعا ببصلة، يعني بصلاية وعليها اللحمة بس ايه متعصجة. هنا بقى ايه؟ انا حمرت البطاطس. المرة دي بقى البطاطس ايه يا جماعة؟ المرة دي البطاطس ايه؟ مكعبات. البطاطس مكعبات، مرة صوابع ومرة مكعبات. انا عملتها بقى مكعبات ليه؟ لان لما بحطها صوابع بتتهري يعني لما بتغلي بتتهري. عملتها مكعبات. هنا بقى نحمر البتنجان. قطعناه اهو، بتنجان جلايط ده اسمه جلايط. ده بتنجان جلايط. ست جليلة اللي في زهرة مصر والله عسل عسل تقول عليه بقى انا عايزة بتنجان جلايط، هو ده بقى. هنحط بقى، نحمر بقى البتنجان في الزيت كده. والله جليلة دي عسل جميلة، بحب اتفرج على زهرة مصر عشان خاطرها. زي العسل، دمها خفيف قوي. اه، هنحمر بقى البتنجان وارجع لكم تاني. شايفين البطاطس دي كانت مالية الطبق، اكلتها وانا واقفة من جمالها اكلتها. بصراحة طعمها جميل لا تقاوم. احمر البتنجان وارجع لكم تاني. هنسيب بقى البتنجان يتحمر هناك، وهنا هفضي بقى اللحمة المفرومة هنا في الطبق ده. هجيب بقى ايه؟ فصين توم بس صغيرين كده. هنا مطرح اللحمة بقى احط حبة زيت صغيرين كده، صغيرين خالص. ليه بقى؟ عشان البتنجان بيبقى فيه زيت، عايزين زيت كتير. وهنا دول فصين توم، انا خرطتهم مش ما دقتهمش. حمرهم في حبة الزيت اللي احنا حطيناهم كده، نص تحميرة. خلاص كده حمرت التومة. هحط المصفى بقى على البتاع دي، وهصفي بقى القوطة وارجع لكم تاني. انا عاملة القوطة في عند بلندر دي كان خلاط الله يرحمه. كده خلاص صفيت القوطة، اسيبها بقى ايه اما تتسبك. هنحمر البتنجان وخلاص. طبعا التسبيكة اتعملت اهي، يعني تفلت كده. اول ما تدخل معاكي الشكل ده خلاص كأن هي اتسبكت كده. هجيب بقى الصينية دي كده، معلقة بس. معايا الصينية اهي. هاخد بقى ايه شوية كده اقعد الصينية. وهرص عليهم بقى البتنجان. بتنجان الجلايط جميل جميل. والله انا بحب الولية دي قوي يا ولاد، بحبها. رصيت كده البتنجان. هجيب بقى ايه اللحمة، هي اللحمة المفرومة. هي الصينية صغيرة، يعني لو عايزة تعمل صينية كبيرة تعمل، احنا بنعمل صينية صغيرة على قد. حطيت فيها اللحمة كده. اه، وهحط بقى
البطاطس ده اللي فاضله، ده دول بقى اللي فاضلين عشان احنا كلناهم بصراحه. يعني محدش يعمل بطاطس يقف جنبها بصراحه. انا كل ما اعمل بطاطس اعمل بطاطسايه احمرها للاكل، وبطاطسايه اكلها انا وانا واقفه. هو ده المعتاد. ما اقدرش استغنى عن البطاطس والله. اجيب بقى بقيه البتنجان كده وارصه فوق البطاطس. يعني ايه، واحده نتغدى بيها وواحده نفطر بيها وواحده اكلها كده. هاكلها من غير حاجه. البطاطس دي عيش. خلاص وادي البتنجان اللي كان فايض حطيته من فوق وخلاص اهو. هنزل عليه برضو معلقه صلصه، يعني في الوسط ده معلهوش صلصه، كله ده معلهوش، يعني معلقه تحت كده ومعلقه فوق. هدخلها بقى الفرن. هتطلع بقى اوريها لكم بقى في الفرن. نسيت اقول لكم ان انا قليت قرنين فلفل. بصوا اكبر فلفلايه في العالم، ما اعرفش جت ازاي. هم قرنين بس عشان ما تبقاش حاميه. حطهم كده على الوش علشان ايه، مش عايزينها حراقه احمر. خلاص يا حبايبي كده طلعتها من الفرن. تعالوا بقى اتفضلوا معانا مسقعه باللحمه المفرومه. وده كان شكلها بقى النهائي بعد ما طلع من الفرن. بتبقى جميله والله العظيم، حتى لو حته لحمه صغننه قد كده عصجيها وحطيها فيها. هنا بقى ايه، كان عندنا بقى طبعا فته من امبارح، استخسرت ارميها عشان طبعا حرام لما نرمي الاكل. دي فته من امبارح هسخنها جنبيها وخلاص، مفيهاش الا حتتين لحمه بس صراحه. حرام تترمي، هناكلها دي ودي. فلو عجبكم بقى الفيديو تعالوا اتفضلوا معانا واعملوا لايك واشتراك للقناه، واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا حبايبي.